في مدينة إيرفينج في ولاية تكساس ليلة الكريسماس سنة 2000 اللي المفروض إنها تكون ليلة فرحة والناس تحتفل، لكن الليلة الهادية دي اتحولت لمسرح جريمة هتفضل محفورة في ذاكرة أهل المدينة لسنين وهتقلب الدنيا في أمريكا كلها. واللي حصل بالظبط يا صديقي هو إن الضابط أوبري هوكنز، واللي كان عنده 29 سنة وقتها ومعروف عنه إنه ضابط شرطة محترم ومخلص لشغله، كان لسه يا دوب مخلص عشاء ليلة الكريسماس مع عيلته في مطعم قريب. وبعد اللحظات الحلوة والهادية دي مع عيلته فجأة جرس التليفون ضرب وقطع سكون الليل، وبلاغ وصل إن في عملية سطو مسلح شغالة في محل أشمنز للمستلزمات الرياضية واللي كان قريب من المكان اللي هو فيه. المهم إن الضابط هوكنز مسكتش وقام على طول استجاب للنداء وراح على المكان، وهو ما يعرفش إنه داخل برجليه لفخ مميت، فخ نصبه 7 مجرمين هربانين من السجن وكانوا يائسين ومستعدين لأي حاجة. المهم ان الضابط هوكنز اول ما وصل لمكان الحادثة لقى نفسه في كمين معمول له بإحكام، والمجرمين فتحوا عليه النار وضربوا عليه 11 رصاصة من كذا سلاح مختلف. وما اكتفوش بكده بس، لا ده بعد ما ضربوا عليه ال11 رصاصة راحوا دايسين عليه بالعربية بتاعتهم وسرقوا سلاحه الشخصي. وده بيوريك قد ايه العصابة دي كانت الوحشية والإجرام مزروعة في قلوبهم. والضابط هوكنز للأسف مات في مستشفى باركلاند التذكاري في دالاس ليلة الاحتفال بالكريسماس اللي اتقلبت بعدها لليلة حزن وكآبة. وفي لحظات التحذيرات انتشرت في الولاية كلها ان في قتلة شرطة خطيرين جدا هربانين من السجن، والموضوع كبر بسرعة كبيرة جدا وتحول لمطاردة على مستوى أمريكا كلها. ومقتل الضابط هوكنز قلب الحكاية كلها وما بقتش مجرد مطاردة عادية لمساجين هربوا من السجن، لا دول بقوا في نظر القانون قتلة شرطة. والتصنيف ده معناه إن كل أجهزة الأمن في البلد هتستنفر بكل قوتها علشان تجيبهم أحياء أو أموات. وبالفعل يا صديقي تبدأ عملية مطاردة شرسة جدا، ورد فعل السلطات كان قوي جدا، وكل وكالات الأمن بدأت تحط إيدها في إيد بعض وتجمع كل مواردها. والغضب الشعبي زاد جدا، والكل بقى شايف إن ال7 مساجين اللي هربوا دول عبارة عن قنبلة موقوتة وتهديد مباشر لحياة الناس والأفراد الشرطة. يا ترى بقى يا صديقي مين هم ال7 مساجين دول، وإزاي قدروا يهربوا من السجن، وليه قتلوا الضابط ده، وإيه هو هيكون مصيرهم في النهاية؟ كل ده يا صديقي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وسبسكرايب لأنهم بيشجعوني جدا. ويلا نخش في قصتنا. ال7 مساجين دول اللي كانوا معروفين باسم 7 تكساس كانوا موجودين في سجن جون بي كونالي، أو زي ما بيلقبوه بوحدة كونالي، واللي موجود بالقرب من مدينة كينيدي في ولاية تكساس الأمريكية. والسجن ده مش أي سجن، لا ده سجن عليه حراسة مشددة لأقصى درجة، واتفتح في يوليو سنة 1995 وكان معمول مخصوص علشان يحبسوا فيه أخطر المجرمين. وال7 مساجين دول قبل ما يتشهروا ويهزوا أمريكا كلها كل واحد فيهم كان ليه ملف إجرامي تقيل وسنين طويلة المفروض يقضيها ورا القضبان. وأول واحد في ال7 دول هو جورج ريفاس العقل المدبر، واللي كان عنده 30 سنة وقتها. وريفاس ما كانش واخد حكم ولا 2، لا ده كان واخد 18 حكم ورا بعض، كل حكم فيهم يتراوح ما بين 15 سنة ومؤبد. وكان أغلب التهم بتاعته عبارة عن سطو مسلح. تاني واحد بقى هو مايكل أنتوني رودريجز، وده كان عنده 38 سنة وكان واخد حكم 99 سنة سجن بتهمة انه خطط يقتل مراته. ثالث واحد هو لاري جيمس هاربر، واللي كان عنده 37 سنة وكان محكوم عليه ب50 سنة سجن بسبب جرائم اعتداء جنسي متكررة، وسجله كان اسود. والدكاترة النفسيين اللي فحصوه توقعوا انه هينتحر او هيموت نفسه لو هرب وحس انه هيدخل السجن مرة تانية، لان حالته النفسية كانت صعبة جدا وكان بيعاني من اكتئاب مزمن وخطير. اما جوزيف كريستوفور جارسيا فده كان عنده 29 سنة وكان محكوم عليه ب50 سنة بتهمة القتل، لأنه قتل واحد اسمه ميجيل لونا في خناقة وهم سكرانين. وخامس واحد واللي هو باتريك هنري ميرفي كان عنده 39 سنة وكان واخد برضه حكم ب50 سنة بتهمة اعتداء جنسي بعد ما اقتحم بيت واحدة وهددها بسكينة واعتدى عليها. سادس واحد بقى صديقي هو دونالد كيس نيوبيري، وده كان عنده 38 سنة وكان واخد 99 سنة سجن بتهمة سطو مسلح خطير.
السابع والاخير هو راندي ايسان هالبرين، وده كان اصغر واحد في الشله كلها، يعني كان عنده 23 سنه بس، وكان محكوم عليه ب 30 سنه سجن بتهمه انه اذى طفل صغير وعذبه. وزي ما انت شفت كده يا صديقي، الشله دي ما كانتش عباره عن مجرد مجرمين عاديين، لا ده كانوا مجرمين خطيرين ومتمرسين في الاجرام، وتاريخهم مليان جرائم بشعه. فلما اتجمعوا مع بعض بداوا يخططوا لعمليه هروب معقده جدا من السجن. وخطه الهروب دي ما اتعملتش كده وخلاص، لا دي اتوصفت بانها مخطط معمول بتفاصيل دقيقه جدا. وعلى الرغم ان مفيش تفاصيل كتير معروفه عن ازاي خططوا للهروب وهم جوه السجن، لكن الاكيد ان جورج ريفاس كان هو العقل المدبر والمخرج بتاع المسرحيه دي كلها. والهروب نفسه حصل يوم 13 ديسمبر في سنه 2000 على حوالي الساعه 11:20 دقيقه الصبح. واللي حصل هو ان السبع مساجين دول سيطروا على الموظفين المدنيين وحراس السجن اللي كانوا موجودين في ورشه الصيانه اللي السبع مساجين دول كانوا بيشتغلوا فيها. والضحايا اللي سيطروا عليهم دول كان عددهم بيتراوح ما بين ال 11 ل 14 شخص، واللي السبع مساجين فضلوا يضربوهم لحد ما خلوهم يفقدوا الوعي، وبعدها كتفوهم ورموهم جوه اوضه كهرباء. وبعد ما سيطروا على الوضع لبسوا هدوم رسميه وهدوم حراس علشان محدش ياخد باله منهم. والاهم من ده كله انهم قدروا يستولوا على ترسانة سلاح كبيره كانت موجوده في السجن، واللي كانت عباره عن 14 مسدس وبندقيه آلية من طراز AR-15، وخدوا حوالي 200 طلقه ذخيره. والاسلحه دي هي اللي هيستخدموها بعد كده في جرايمهم اللي هتهز امريكا. المهم انهم بعد ما جهزوا كل حاجه ركبوا عربيه بيك اب تبع السجن وهربوا بيها ناحيه الشمال. وعمليه الهروب ما كانتش هتكمل من غير مساعدة من بره. وهنا يجي دور ابو مايكل رودريجز اللي اسمه راؤول رودريجز، واللي كان مستنيهم بره السجن بعربية تانية جاهزة للهروب. وعربية السجن اللي هربوا بيها سابوها في باركينج في مدينة كينيدي. وقبل ما السبع مساجين دول يختفوا سابوا وراهم رسالة صغيرة لكنها كانت مرعبة. والرسالة دي كان مكتوب فيها: انتوا لسه ما شفتوش حاجة مننا، او بمعنى تاني التقيل لسه ما جاش. الرسالة دي يا صديقي كانت دليل على تحديهم للسلطة وانهم ناويين على شر. وبعد عملية الهروب الجريئة دي مجلس تكساس للعدالة الجنائية عمل تحقيق واكتشف كوارث وثغرات امنية كانت ممكن تمنع الهروب ده لو حد كان مركز. يعني يا صديقي في جرس انذار حريق ضرب ومحدش عبره، وكان في مساجين بيتسابوا من غير كاميرات مراقبة كافية، وما كانش فيه تدقيق كويس على هويات الناس اللي داخله واللي طالعه. كل ده بيبين ان كان فيه فشل كبير في نظام اداره السجن. ونتيجه التحقيق ده خلت مأمور السجن رتبته تقل، و3 موظفين تانيين اتوقفوا عن العمل. واللي سهل عمليه الهروب دي ان المساجين دول كانوا بيشتغلوا في ورشه الصيانه بتاعه السجن، والورشه دي بطبيعتها مكان امانه اقل من باقي السجن، وكان سهل عليهم يلاقوا فيها ادوات ويراقبوا حركة الموظفين وروتينهم، وكمان يسيطروا على الموظفين المدنيين اللي ما كانوش متدربين على التعامل مع مجرمين خطيرين زي دول. والهروب ده ما كانش مجرد خناقة واستخدام للقوة، لا ده كان استغلال ذكي لنقط ضعف موجودة في تشغيل السجن، خصوصا نقطة التقاء المساجين مع الموظفين المدنيين في مكان شغل زي الورشة. وكونهم قدروا يسيطروا على عدد كبير من الموظفين ده معناه ان هجومهم كان منسق ومفاجئ ومتخطط ليه بشكل دقيق. المهم انهم بعد ما هربوا من السجن يوم 13 ديسمبر اول مكان راحوه هو مدينة سان أنطونيو. وطبعا وقتها ما كانش معاهم فلوس كتير، ولقوا انهم محتاجين سيولة علشان يعرفوا يكملوا هروبهم وما يتمسكوش. وفي تاني يوم هروب على طول اللي هو يوم 14 ديسمبر راحوا نفذوا عملية سطو على محل أجهزة إلكترونية اسمه راديو شاك في مدينة برلاند، وسرقوا الفلوس الكاش اللي في المحل ده. والاهم من الفلوس هو انهم سرقوا اجهزة سكانر لاسلكي، وده يا صديقي اجهزة بتلقط اشارة اللاسلكي بتاعة البوليس. والاجهزة دي كانت كنز بالنسبة لهم علشان يقدروا يراقبوا تحركات البوليس. وفي يوم 19 ديسمبر 4 من ال7 مساجين راحوا سجلوا دخول في فندق صغير اسمه ايكونو لودج في منطقة اسمها فارمرز برانش، وطبعا دخلوا باسماء مزورة. ومن الفندق ده بدأوا يخططوا
لعملية السطو الكبيرة، واللي هي سطو محل أوشمانز للمستلزمات الرياضية، واللي خلى السبع مساجين دول يقدروا يفضلوا هربانين ويصعبوا مهمة القبض عليهم من الشرطة. هو أول حاجة استخدامهم للعربية التانية اللي جابها لهم أبو رودريجز، واللي كانت عامل مهم جدا. وتاني حاجة هي تنقلهم السريع بين المدن، يعني انتقلوا من كينيدي لسان أنطونيو وبعدها لمنطقة دالس فورت وورث. وتالت حاجة هي استخدامهم لأسماء مزورة في الفنادق وفي أي تعاملات. ورابع وأهم حاجة هي سرقتهم لأجهزة الاسكانر، واللي خلتهم بقوا سابقين البوليس بخطوة وعارفين يتجنبوا الأماكن اللي موجود فيها. المهم يا صديقي زي ما قلت لك، العصابة اختارت محل أوشمانز للمستلزمات الرياضية في مدينة إيرفينج علشان يكون هدفهم الجديد، وكانوا عاوزين منه حاجتين أساسيين، واللي هم فلوس وكمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وشافوا إن أنسب توقيت لتنفيذ العملية دي هي ليلة الكريسماس يوم 24 ديسمبر سنة 2000. وبالفعل يا صديقي يقتحموا المحل ويكتفوا ويكمموا كل الموظفين اللي كانوا موجودين علشان يضمنوا إن محدش يعمل صوت أو يقاوم. وبعدها يفضوا الخزنة ويسرقوا حوالي 70,000 دولار كاش. وما اكتفوش بكده، لا دول سرقوا كمان على الأقل 40 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة، وحتى مجوهرات ومحافظ الموظفين اللي كانوا مكتفينهم سرقوها هي كمان. وفي الوقت ده صديقي كان في موظفة سابقة في المحل كانت بره جوه العربية بتاعتها وشافت اللمة والحركة المريبة اللي بتحصل جوه المحل، فعلى طول راحت مبلغة الشرطة. والمكالمة دي هي اللي خلت الضابط أوبري هوكنز يتحرك. وأول ما وصل بالعربية بتاعته للجزء الخلفي من المحل لقى نفسه وش الوش مع المجرمين، وفي لحظتها اتعمل عليه كمين وضربوا عليه 11 رصاصة. وبعدها داسوا عليه بالعربية، والأسلحة اللي استخدموها في قتله كانت جزء من الأسلحة اللي سرقوها من السجن وقت الهروب. والضابط هوكنز مات في المستشفى. وبعد ما السبع مساجين نفذوا الجريمة دي هربوا وهم معاهم الأسلحة والذخيرة والفلوس. بس طبعا يا صديقي الموضوع ده ما عداش، وزي ما قلت لك الدنيا ولعت وبقت قضية رأي عام وأولوية قصوى على مستوى أمريكا كلها. ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أصدر اتهامات فيدرالية ضد السبعة دول في 4 يناير سنة 2001 بتهمة الهروب غير القانوني لتجنب الملاحقة القضائية في قضية قتل عمد. ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية الأمريكي المعروف بالATF وجه لهم تهم بانتهاكات متعلقة بحيازة الأسلحة في 3 يناير سنة 2001. وعملية المطاردة دي شاركت فيها جهات أمنية كتيرة زي الشرطة المحلية ومكتب مقاطعة الباسو وفريق التدخل السريع التابع للنواب مقاطعة تيلر، وطبعا الFBI والمارشالات الأمريكان وشرطة ولاية تكساس ومحققين إدارة العدالة الجنائية في تكساس. والسبع مساجين بعد جريمة قتل الضابط هربوا على ولاية كولورادو واشتروا عربية بيت متنقل كبيرة علشان يعرفوا يتحركوا بيها ومحدش ياخد باله منهم، واستقروا فيها في مكان اسمه فندق كوتشلايت ومخيم المركبات الترفيهية في مدينة وودلاند بارك. وعلشان ما حدش يشك فيهم حاولوا يعملوا تمويه ويتظاهروا بانهم مجموعة مبشرين مسيحيين جايين من تكساس علشان ينشروا الدين. وللتمويه برضو كانوا بيشغلوا مزيكا وترانيم مسيحية بصوت عالي علشان ما حدش يشك فيهم ويصدقوا قصة المبشرين دي. وفي يوم 20 يناير سنة 2001 برنامج أخطر المطلوبين في أمريكا، وده برنامج تلفزيوني مشهور جدا بيعرض صور وقصص أخطر المجرمين الهاربين. المهم ان البرنامج ده عرض حلقة خاصة عن السبع مجرمين بتوع تكساس، والحلقة دي يا صديقي كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير. يعني اول ما اتذاعت تليفونات البلاغات ما بطلتش رن على الشرطة، وواحد من اللي اتصلوا كان راجل اسمه ويد هولدر، وده كان جار السبع مساجين الهربانين في مخيم العربيات المتنقلة اللي كانوا مستخبيين فيه. والراجل ده بمجرد ما شافهم في التلفزيون عرفهم على طول. وكده كده السبع مساجين بتوع تكساس كانوا طول الوقت محتاجين موارد زي فلوس واكل
ومأوى ووسيلة نقل علشان يقدروا يفضلوا مكملين، وده كان بيخليهم يضطروا يتعاملوا مع الناس بشكل او باخر، وكل تعامل مع الناس كان بيزود خطر ان حد يتعرف عليهم. ففكرة انهم يتظاهروا بانهم مبشرين كانت محاولة منهم علشان يبعدوا الشكوك عنهم، لكن الخطة دي فشلت في النهاية قدام التغطية الإعلامية الواسعة لقضيتهم. وفي يوم 22 يناير سنة 2001 بعد البلاغات اللي جات للشرطة بسبب حلقة برنامج أخطر المطلوبين في أمريكا، قوات أمن مكثفة من مكتب مقاطعة الباسو وفريق التدخل السريع والاف بي اي والمارشالات الأمريكان، كل دول حصروا المكان اللي المساجين كانوا مستخبيين فيه، واللي هو فندق كوتشلايت ومخيم المركبات الترفيهية. والشرطة لقت ريفاس وجارسيا ورودريجز راكبين عربية جيب شروكي في المخيم، فالقوات بدأت تتابعهم بحذر لحد ما وصلوا عند محطة بنزين قريبة، وهناك اتقبض عليهم. اما بقى راندي هالبرين فده اتمسك في البيت المتنقل اللي كانوا عايشين فيه، وكان معاه وقتها لاري هاربر، وبمجرد ما شاف الشرطة استسلم على طول بدون اي مقاومة. اما بقى صديقي زميله لاري هاربر فده رفض يستسلم بعد ما شاف باقي زمايله بيتقبض عليهم، وتحصن جوه البيت المتنقل. وعملاء الاف بي اي قعدوا كذا ساعة يحاولوا يقنعوه بمكبرات الصوت انه يطلع ويسلم نفسه. وفي الاول هاربر رد عليهم وقال لهم انه مش هيطلع غير لما يكلم ابوه، لكن بعد شوية هاربر بطل يرد عليهم خالص، والقوات شافته بيبص عليهم من شباك البيت المتنقل. وعلى الساعة 12:40 الظهر فجأة القوات يسمعوا صوت طلقة نارية جاية من جوه البيت المتنقل. فالشرطة وقتها على طول رمت قنابل غاز مسيل للدموع واستنوا شوية، وبعدها اقتحموا المكان على الساعة 2:45. ولما دخلوا لقوا هاربر ميت على الارض بعد ما ضرب نفسه برصاصة في صدره بالمسدس اللي كان معاه، وما لقوش اي رسالة هاربر سابها. والحادثة دي اكدت الكلام اللي قاله الطبيب النفسي لما وصف هاربر بانه شخص مريض جدا وعنده اكتئاب مزمن وخطير، وتوقع انه ممكن في اي لحظة يجبر الشرطة انها تقتله او ينتحر بدل ما يرجع السجن تاني. كده صديقي في 4 مساجين اتمسكوا وواحد موت نفسه، وده معناه ان لسه في 2 هربانين، واللي هم دونالد نيوبيري وهنري ميرفي. والاتنين دول قدروا يهربوا من منطقة المخيم قبل ما الشرطة تقبض عليهم، وهربوا في عربية بيك اب لونها بني. والاف بي اي جات لها معلومة سرية ان الاتنين دول مستخبيين في فندق هوليداي ان في مدينة تانية اسمها كولودارو سبيرنيكس، واللي كشف مكانهم هو موظف استقبال عنده 19 سنة، شاف صورهم وتعرف عليهم وبلغ عنهم. والقوات حصرت الفندق وبدأت مواجهة تانية استمرت حوالي 6 ساعات. وفي تطور غريب ومحدش كان متوقعه، نيوبيري وميرفي طلبوا انهم يعملوا مقابلة على الهوا مباشرة قبل ما يسلموا نفسهم، وطلبوا بالاسم انهم يتكلموا مع مذيع في قناة محلية اسمها كي تي في، والمذيع اسمه إريك سينجر. شكلهم كده كانوا بيتفرجوا عليه في التلفزيون في اوضتهم في الفندق وقت الحصار. وفعلا في الساعات الاولى من فجر يوم 24 يناير سنة 2001 المذيع إريك سينجر يعمل معاهم المقابلة المطلوبة عن طريق التلفزيون وهو ظاهر على الشاشة، والمقابلة كلها بتتسجل وبتتذاع على الهواء. وفي المقابلة دي نيوبيري وميرفي هاجموا بشدة نظام العدالة الجنائية في ولاية تكساس، ونيوبيري قال كلام فيما معناه ان النظام ده فاسد زينا بالظبط، ولو كنتوا ناويين تعملوا فينا حاجة يبقى لازم تعملوا حاجة في النظام الفاسد ده كمان. وبعد ما خلصوا كلامهم ووصلوا صوتهم للعالم كله، نيوبيري وميرفي استسلموا بكل هدوء وبدون اي مقاومة. وفي شهر فبراير سنة 2001 يعني بعد القبض عليهم بشهر واحد بس، الستة اللي كانوا لسه عايشين من ال7 اتوجه ليهم رسميا تهمة القتل العمد في قضية مقتل الضابط أوبري هوكنز. كل واحد من ال6 دول اتحاكم لوحده، وفي النهاية كلهم تم إدانتهم بتهمة القتل العمد، واتحكم على كل واحد فيهم بالإعدام. والمحاكمات دي استمرت على كذا سنة من سنة 2001 لسنة 2003. وراندي هالبرن اللي هو أصغر واحد فيهم ادعى إنه ما كانش موافق على عملية سطو أوشمانز، وإنه كل اللي اتطلب منه إنه يجمع شوية هدوم من المحل، وبسبب إنه كان معارض للفكرة باقي المساجين اتضايقوا منه لدرجة إنهم فكروا إنهم يخلصوا عليه علشان ما كانش متعاون معاهم بشكل كافي. وهالبرن ادعى كمان إنه ما مسكش سلاح وما ضربش نار، وإنه هرب من المكان على
على رجليه، حتى انه اتصاب برصاصة في رجليه بالغلط. والكلام ده طبعا كان بيتنافى تماما مع فكرة ان كلهم مسؤولين مسؤولية جماعية عن جريمة القتل العمد حسب قانون ولاية تكساس اللي بيسموه قانون الاطراف. يعني كل اللي شارك في الجريمة يعتبر قاتل حتى لو ما ضربش نار. المهم يا صديقي ان بعد الاحكام النهائية بالاعدام اللي خدها الست مساجين، تبدأ مرحلة تانية وهي مرحلة تنفيذ الاحكام دي في سجن هانتسفيل بولاية تكساس، وده السجن المشهور بتنفيذ احكام الاعدام هناك. ومايكل انتوني رودريجز كان اول واحد في المجموعة يتعدم، والحكم اتنفذ فيه يوم 14 اغسطس سنة 2008. والعجيب في قصة رودريجز انه تنازل عن كل الاستئنافات اللي من حقه، وطلب بنفسه انهم يعدموه بالحقنة المميتة. وقبل ما يموت قال: اعتذر اعتذار شديد لأهل الضابط هوكنز وللمجتمع كله. اما بقى جورج ريفاس العقل المدبر للمجموعة كلها، فده اتعدم يوم 29 فبراير سنة 2012. ودونالد كيس نيوبيري اتعدم يوم 4 فبراير سنة 2015. واخر كلام قاله قبل ما يموت كان غريب ومليان فلسفة. يعني يا صديقي قال: كل اهانة جديدة بتهزم الجسم وبس، لكن الروح بتتدلل باستحقاق غامض. بحبكم كلكم وده كل اللي عندي. اما جوزيف كريستوفر فاتعدم يوم 4 ديسمبر سنة 2018. ولحد دلوقتي يا صديقي في 2 من ال7 قصتهم لسه ما خلصتش وفيها تطورات جديدة. والاتنين دول هم باتريك هنري ميرفي، واللي لسه قاعد على قائمة انتظار تنفيذ حكم الاعدام، والحكم بتاعه اتأجل كذا مرة لأسباب مختلفة. واخر مرة اتأجل فيها كانت بسبب انه طلب ان كاهن بوذي يكون موجود معاه في اوضة الاعدام وقت التنفيذ، وادارة السجون في تكساس رفضت الطلب ده. فالمحاميين بتوعه قالوا ان ده انتهاك لحقوقه الدينية والموضوع لسه معلق. اما بقى تاني واحد واللي هو راندي إيسان هالبرين اصغر واحد فيهم، فده قصته اتقلبت رأسا على عقب في يوم 6 نوفمبر سنة 2024 لما محكمة الاستئناف الجنائية في تكساس قررت ان محاكمته الاولانية اللي اتحكم عليه فيها بالاعدام كانت باطلة ولازم تتعاد. والسبب كان انهم اكتشفوا ان القاضي اللي حكمه في الاول واللي اسمه فيكرز كان قاضي عنصري وكان متحامل على هالبرين علشان ديانته اليهودية. والمدعي العام بتاع مقاطعة دالاس جون كورزوت اعلن انه هيطلب تاني حكم الاعدام على هالبرين في المحاكمة الجديدة. والقضية دي يا صديقي ما طالتش بس ال7 الهاربين، لا دي كمان جابت رجل ناس تانية زي راؤول رودريجز والد مايكل رودريجز اللي اتقبض عليه وأدين بتهمة المساعدة على الهروب وتوفير أدوات للهروب زي عربية الهروب التانية، واتحكم عليه ب10 سنين سجن. أما بقى باتسي جوميز والدة مايكل رودريجز اتوجه لها هي كمان تهمة سنة 2008 بالتآمر للمساعدة في عملية الهروب. وعملية الهروب دي يا صديقي كانت أكبر عملية هروب من سجن في تاريخ ولاية تكساس كلها، وبسببها حصلت مراجعات شاملة لكل إجراءات وبروتوكولات أمن السجون في الولاية كلها. العصابة اللي قدامك دي بقى صديقي قدرت تسرق ملايين الدولارات من أكبر بنك في فرنسا بطريقة غير متوقعة تماما، خلت الكل يبقى في حالة صدمة وذهول. والأغرب من كده هو التفاصيل والأحداث اللي حصلت بعد السرقة دي واللي كانت كلها غير متوقعة إطلاقا. يا ترى بقى صديقي إيه اللي حصل بالظبط؟ الحلقة هتظهر لك هنا دلوقتي، ضروري تروح تتفرج عليها. وقبل ما تروح يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان دي الطريقه الوحيده اللي بتعرفني ان الفيديو عجبك وان انت عاوزنا نستمر. مش كده ولا يا صديقي؟ وبس كده.